بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم متابعينا متابعي قناة زراعة وأفكار. فيديو اليوم سنتحدث عن طريقة التفريق بين شجرة الليمون البلدي وشجرة الليمون 4 فصول. هذه شجرة ليمون بلدي، انظروا إليها كيف سنستطيع تفريقها بين شجرة الليمون 4 فصول من خلال هذه النموات الحديثة. نموات تكون خضراء أو صفراء، الخضراء مائلة إلى الصفرة، فهذه يعني أنها شجرة ليمون بلدي وليس شجرة ليمون 4 فصول. سنريكم الآن شجرة الليمون 4 فصول متابعينا لكيفية التفريق بينها. هذه شجرة ليمون 4 فصول، انظروا إليها، بدأت بالإزهار في شهر الخريف. كيف نقوم بالتفريق بينها وبين شجرة الليمون البلدي؟ من خلال هذه النموات، انظروا إليها بنفسجية أو حمراء. شجرة الليمون العادية تكون النموات صفراء أو خضراء، أما شجرة الليمون فتكون النموات حمراء بنفسجية. انظروا إلى هذه النموات، هذا هو الفرق بينها وبين شجرة الليمون بلدي. وأيضا شجرة الليمون البلدي لا تزهر إلا في شهر الربيع، شهر 3. أما شجرة الليمون 4 فصول فتزهر في شهر الربيع، وتزهر في شهر في الخريف في شهر 10 وشهر 11، وتزهر أيضا في شهر 6، وتزهر في شهر 8 إن قمت بعملية التعطيش. هذا هو الفرق بينها وبين شجرة الليمون البلدي. متابعين الأوفياء، أرجو منكم الاشتراك في القناة لدعمنا على مواصلة المزيد من الفيديوهات، وشكرا لكم، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.